من هنا من داخل واحد من اجمل الحفلات واللقاءات بحضور الاستاذه والمنسقه لهذه الحمله الاستاذه ساميه عبد الرسول. اولا عرس جميل ويوم جميل حضرتك نظمتيه في حضور جميع الساده المحامين ورموز وكبار المحامين على مستوى محافظه الغربيه مش طنطا بس. والله أنا اللي سعيدة بهذا الحفل الجميل الكريم، وسعيدة جدا 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 بالقامات والرموز اللي كانت موجودة النهاردة، والحمد لله إن ظهرت بصورة لائقة وصورة مشرفة. هي دي وحدة المحامين، هم دول المحامين فعلا اللي لا خلاف عليهم. الرموز اللي احنا بنتعلم منهم يعني ايه الوفاء، ويعني ايه الإخلاص، ويعني ايه المحاباة، ويعني ايه الإيثار على نفسنا. أحب الخير لغيري، أنا بحب الخير لغيري. هم الناس دي، هي الناس دي اللي احنا بنتعلم منهم كده. بصراحة أنا اللي سعيدة وأنا اللي بشكرهم من كل قلبي على تشريفهم وعلى وجودهم، ونورتوا الدنيا وشرفتوني، وإن شاء الله مش هتبقى أول وآخر مرة، إن شاء الله هتتكرر كتير وكتير وطول ما احنا مع بعض بإذن الله. قيمة في القانون معالي السيد المستشار الاستاذ وجيه صديق. اولا بقالي كتير ما شفتش حضرتك، منورني والله وانا فرحان ان انا مع حضرتك بقالي كتير ما شفتش. سعيد اللي انا اتجمعت بالكوكبه الجميله دي من الساده المحامين، ونشكر الاستاذه الفاضله المستشاره ساميه عبد الرسول. هي طول عمرها هي دايما سباقه بالخير ودايما سباقه بالجمع، وبالتالي احنا بنناشدها ان اللقاء ده يتكرر بصفه دوريه. اللقاء ده يجمع الأحبة، لأن كان في تناغم ما بين السادة المحامين بعضهم وبعض. كان القعدة كلها أثمرت عن وجود ألفة والحب ما بين المحامين اللي احنا افتقدناهم، اللي احنا الألفة والحب اللي تم افتقاده في ظل الظروف الحالية الموجودة. فبالتالي احنا نتمنى أي حاجة الأستاذ سامي تعملها احنا هنسارع إليها، واحنا هنبادر للإدلاء والدلو فيها. احنا بالتالي احنا عايزين نفسنا الجمع ده دائما وابدا يبقى موجود، التماسك ده يبقى موجود، الحب ده يبقى موجود. نبعد عن التسلط ونبعد عن المصالح الشخصيه، المصالح الجمعيه هي ده السليم، وهو ده الطريق السليم لمهنه المحاماه والمحامين. انت عارف ان انا دايما بتعصبك الصحفي والكلام اللي هو طبعا نازل انتخابات طبعا ان شاء الله ان شاء الله طبعا نازل ان شاء الله على منصب نقيب غرب، لعل يتم الاختيار بالخير لا ينفع ان شاء الله. احنا ما بنخافش، الاستاذ ساميه بتبقى حريصه دائما على اللي هي ايه تمسك العصا من النص. احنا لا ان شاء الله نازلين. الاستاذ وجيه ان شاء الله نازل باذن الله. الاستاذ وجيه ان شاء الله نازل الدوره القادمه. والله ربنا يهيئ واللي فيه الخير هيعمله ربنا. والله اذا كان الجو والمناخ متاح وفي فرصه جيده لخدمه الساده المحامين، انا هسارع واجري بكل ما عندي من قوه اللي انا اشارك في هذا العرس. دايما الاستاذ وجيه رمز وقيمه في المحاماه، ودايما بيتواجد معانا في كل المناسبات. شكرا لحضرتك يا وجيه. شكرا يا فندم، متشكر. استاذ منتصر بقى، يعني قيمه اخرى في المحاماه وقيمه في القانون ورمز من رموز المحاماه. اولا بنرحب بحضرتك وسعداء بوجود حضرتك معانا. اولا انا شاكر الاستاذه ساميه على اللي عملته. طبعا توقعنا ان يكون ندوه، بس ما توقعناش بهذا قدر من الجمال. يعني احنا توقعناها انها تكون ندوه جميله، انما لم يتوقع احد من الساده الحضور انها تكون بهذا الجمال. فعلا مجموعه كان لازم نتقابل مع بعض، مجموعه بنحب بعض، وهي فعلا المحامين كده مستنيه انها يعني تتلكك عشان تتقابل. فانا بشكرها وبدعمها وبشارك معاها، واتمنى ان يكون اي لقاء موجودين اكون موجود فيه انا وابن احمد، ويعني ان شاء الله بالتوفيق دايما للاستاذه ساميه. وانا بقولها على الملأ انا قدام حضراتكم ان شاء الله من الناس المنصورين للاستاذه ساميه ان شاء الله ربنا يوفقها. ربنا يخليك يا معالي المستشار. حبيبتي يا استاذ. لقاء اليوم كان مختلف، وكان في نقاش في القوانين ولقاء ممتع جامد جدا نظمته الاستاذه ساميه النهارده. طبعا لا اولا النظام جميل والمكان محترم، والناس كلها فرحانه انها متقابله، وبعدين مجموعه من المحامين مش اصدقاء بس، احنا اخوات. ففعلا فرصه نتقابل بعيد عن المحكمه وبعيد عن الشغل. يعني السعاده هنا في ان انت بتتقابل بتتكلم براحتك بعيد عن العمل، بعيد عن الشغل. ما انتش مستني جلسه ولا مستني كذا، انت جاي تقابل صاحبك وزميلك. عشان كده يعني انا بقول لها مره ثانيه الف مبروك يا استاذه، ودايما الشكر للمجموعه اللي معاكي طبعا كلهم ان شاء الله، وربنا يوفقك. وانا بقول لحضرتك اهو اخوك منتصر ان شاء الله في ظهرك. حبيبي شباب لان دول برضه مهمه معانا. هنسمع راي الشباب. طبعا لا يختلف عن وجود القامات والرموز. لازم نشوف هم استفادوا ولا لا من الحفل النهارده. حقيقي كان لقاء تجمع وعرس ومزج ما بين فئات كده من المحامين، الشباب والوسط والرموز والقيم. مبدئيا كان لقاء جميل، وبنشكر الاستاذه ساميه عبد الرسول
على ان هي جمعتنا. واحنا انا بتكلم من شباب المحامين، انا عن نفسي استفدت من لقاء النهارده في كتير من مناقشه اساتذتنا، ربنا يخلي حضرتك، اساتذتنا الاساتذه المحامين، شيوخ ورموز المحامين. بالظبط. وطبعا كان مناقشه جميله، انا عن نفسي استفدت على المستوى الشخصي، واتمنى انها تتكرر تاني. والتوفيق لمعالي المستشاره استاذ سامي عبد الرسول، وجمع مجمعانا في الخير ان شاء الله.